اليوم جبتكم معايا البلاصة مختلفة شوية، بلاصة تخرجك من الواقع وتدخلك في عالم آخر. متحف الشاقواق في تونس، ديما نسمع بيه بصح جامي زرته. اليوم راح نكتشفوه مع بعضنا، يلا بينا. متحف الشاقواق هو متحف فني مستوحى من أسطورة قديمة اسمها الشاقواق. الأسطورة تحكي على مخلوقات غريبة وعالم خيالي فيه شوية غموض. المتحف يجمع بين الفن والخيال وحتى شوية رعب خفيف. أكثر حاجة شدتني هي التفاصيل، كل زاوية تحسها تحكي قصة وحدها. أول ما تدخلوا أول مرة تحس روحك خرجت من الواقع ودخلت في عالم آخر. الإضاءة خافتة، الجو فيه غموض، وكل زاوية تحسها تخبي قصة. المكان مستوحى من أسطورة قديمة اسمها الشاقواق، أسطورة صح تحكي على مخلوقات غريبة وعالم خيالي مختلف عن اللي متعودين عليه. التماثيل هذه ماشي ديكور وبس، التفاصيل تاعهم دقيقة بزاف، تعابير الوجوه، نظرات، وحتى الوضعيات تحسهم شبه حقيقيين. أجمل حاجة في المتحف أنه يخليك تعيش تجربة ماشي غير تشوفها، تمشي بين المجسمات وكأنك داخل فيلم فانتازيا فيه شوية غموض وشوية رهبة خفيفة. الصراحة تجربة مختلفة، خاصة اللي يحبوا الأساطير، الفن، والأماكن اللي فيها طابع غير عادي. ومن بين المجسمات التي يضمها المتحف نجد تجسيدا لقصة آدم وحواء، حيث يعاد تقديم هذه الحكاية الرمزية بأسلوب فني يعكس لحظة البداية الأولى للإنسان. والمتحف هذا يجمع بين حضارات وأساطير قديمة من مختلف أنحاء العالم، وين نلقاو تأثيرات من الحضارة الفرعونية برموزها الغامضة وطابعها المقدس، ولمسات رومانية وإغريقية باينة في دقة النحت، الأجسام والتفاصيل المعمارية. وعناصر مستوحاة من حضارات بلاد الرافدين وشرق آسيا بروحها الأسطورية العميقة، وكل هذا الشيء ممزوج برؤية فنية معاصرة تعود تقديم هذا الرموز في قالب خيالي مهيب، يخليك تحس روحك تمشي بين عصور مختلفة في فضاء واحد مليان تاريخ، فن وغموض. وبلا ما ننساو في كل ركنة نلقى مجسمات وقصص الأنبياء، وين كل مشهد يحكي لحظة مهمة من التاريخ الديني، كما الصبر، الإيمان، التحدي. التفاصيل في الوجوه والحركات دقيقة بزاف، تخليك تحس روحك
باللي راك عايش القصة بنفسك، وكأنك راك تشوف في أحداث من زمان بعيد تعاود تتجسد قدامك بطريقة فنية تمزج بين الروحانية والبصر. إذا جاتكم الفرصة وكنتوا في تونس لازم تفوتوا من هنا، لأنه المكان هذا ما يتوصفش غير تعيشوا بنفسك. وهكذا نكون كملنا جولتنا في متحف الشاقواق، بلاصة غريبة ومليانة تفاصيل فنية وأساطير وحكايات عميقة. بصراحة تجربة مختلفة على أي متحف زرته من قبل، وخلتني نعيش لحظات ما ننساهاش. إذا جاك نهار لتونس ما تفوتش هذا المكان، راح يخليك تحس بعالم آخر وتكتشف حضارات وأساطير بطريقة عمرها ما تتنسى. شكرا لكم على المتابعة، وما تنسوش تخليوا لايك وجام وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات جديدة كما هذا، إن شاء الله نقدم لكم الأفضل.